السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا محمد دبابي ودي قناتنا قناة الحياة. الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن فن الرد وشفنا مواقف كتير جدا ومنهم 4 قصص احنا علمنا ازاي نرد في اوقات احنا ممكن فعلا نكون فيها في اشد لكن انت ممكن تقدر بمنتهى الذكاء والحكمة انك تخرج من المواقف الصعبة دي. النهارده حلقتنا عن تطوير الذات. يلا بينا نبدأ الحلقة. طيب، حلقة النهارده بتتكلم عن ازاي اغير حياتي من فشل او من عدم احساس بالنجاح لبداية خطوات النجاح. طبعا انا اقدر اغير من نفسي واقدر انجح في اي ظروف، بس لازم اكون انا عايز كده وانا قادر على كده. مفيش حد فينا ما يقدرش، مفيش حد فينا مش عايز ينجح، كلنا عايزين ننجح وكلنا عايزين نبقى في احسن مكان. بس طبعا الموضوع بيجي بداية منك انت مش مني انا. ما هو انا مش معقولة انا هلعب حديد علشان انت يطلع لك عضلات. انا مش ممكن ان انا اتعلم السباحة عشان انت تعرف تعوم. لازم الموضوع يجي منك انت البداية، وانت اللي تقدر تتحكم في كل ظروف حياتك. مفيش حاجة اسمها صعب زي ما قلنا، مفيش حاجة اسمها مستحيل. ازاي اقدر انجح وانا ضعيف الارادة؟ لازم اولا يكون عندي ارادة قوية، ارادة من حديد من فولاذ، علشان اقدر اكسر كل قيود الفشل وابتدي اخرج لطريق النجاح واحدة واحدة. محدش بيطول الكبير، كلنا بنبقى اطفال صغيرة وبنكبر واحدة واحدة، بنتعلم كل حاجة واحدة واحدة. بتعلم اكل، بتعلم امشي، الاول بتعلم احبي، وبعد كده بتعلم امشي، وبعد كده بتعلم اجري. فكل حاجة ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة. ابدأ بس الاول وقول انا عايز ابدأ، انا عايز اشتغل. النجاح عمره ما هيحصل بين يوم وليلة. مش بضغطة زرار، مش بدوسة زرار. النجاح هيجي واحدة واحدة، بس لازم انت تبدأ. النجاح بياخد سنين وبيتدرج. ما هو نجاحك مش هيجي مرة واحدة تبقى فوق، لازم واحدة واحدة، خطوة خطوة، لحد ما توصل للمكان اللي انت تستحقه وان انت شايف نفسك فيه. وده اسمه التحسن المستمر، لان انا بكمل. كل شيء في الحياة محتاج استمرارية، كل حاجة في الحياة محتاجة استمرارية. فلازم ما نيأس، ولازم نكمل، ولازم نقول أنا أقدر. طبعا من عوامل النجاح المظهر. لازم يكون شكلك حلو. مش شكلك حلو انت مش هتخلق نفسك، بس شكلك، اهتمامك بلبسك، اهتمامك باسلوب كلامك، اهتمامك باستراتيجية ردودك. زي ما احنا اتكلمنا عن فن الرد، ولسه عندنا حلقات كتير عن فن الرد هنتكلم عنها. طبعا تاني حاجة معانا اللي هي الثقة بالنفس. لازم يكون عندك ثقة بنفسك جامدة جدا. لازم تقف في أي موقف ما عندكش رهبة، ما عندكش هيبة من اللي قدامك. لازم اللي قدامك هو اللي يهابك وهو اللي يحترمك وهو اللي يقدر وقفتك، مش انت تبقى واقف في موقف خايف أو واقف في موقف مهزوز. الهزة مش بداية نجاح. محتاج قوة، محتاج صرامة، محتاج شخصية. فانت شخصيتك انت اللي بتبنيها مش انا. زي ما قلت لك انا مجرد بحاول اساعد معاك، زي ما ناس كتيرة بتحاول تساعد معايا، احنا كلنا بنساعد بعض. فانا بحاول ان انا اوضح لك نقاط تمشي عليها. صدقني لو مشيت عليها تنجح، بس هي محتاجة مثابرة شوية، استمرارية. كمل ومش هتندم. ازاي تخلي الناس اللي حواليك تثق فيك؟ اولا انا مش هثق فيك طول ما انت مش واثق من نفسك. لازم انت تكون واثق من نفسك علشان تديني الايحاء ان انا اثق فيك. دي اول نقطة. تاني نقطة، الشخصية، الكاريزما. يكون عندك شخصية قوية، لازم يكون عندك كاريزما قوية علشان تدي للي قدامك حتة انك اقوى، ولازم هو يقتنع فعلا بكلامك. فلازم تبني لنفسك في الاول شخصية قوية جدا علشان تقدر
تدي للي قدامك ايحاء انه لازم يثق فيك. بداية الكلام هو الثقة، وثقت فيك هقدر اعدي معاك بحور، وانا واثق اني مش هتبل او اغرق طول ما انا معاك.